هنتكلم عن العلاج بتاعنا. طبعا العلاج بتاعنا اهم حاجة عندنا بندي ادوية مضادة للفطريات المهبلية. بتبقى ناس بتاخدها في ادوية بتتاخد بدون وصفة طبية، وفي لازم تتاخد بوصفة طبية. هنتكلم على اللي هيتاخد بوصفة طبية دلوقتي. عندنا نوعين بنقسم الالتهاب كلينيكي او حاجة بعد ما شخصنا حاجتين: يا فطريات بسيطة يا فطريات معقدة. البسيطة اللي هي انكمبليكيتد، اللي بتيجي مرة واحدة كده كل فترة بعيدة، الشدة بتاعتها بسيطة معتدلة متوسطة، مفيش اي ضعف في المناعة او امراض مزمنة. دي غالبا بتبقى كانديدا البيكانس، ودي علاجها يا بندي قرص واحد فلوكورال اللي هو 150 مللي بالفم، وممكن ندي لبوسة من يوم لثلاثة مهبلية، وندي ممكن كريم على الفرج ليهلل الهرش وللفطريات. النوع الثاني اللي هي الفطريات المعقدة اللي هي الكومبليكيتد، مقسمينهم على 4 حاجات. أول حاجة المتكررة. قلنا المتكررة دي يعني بتيجي أكتر من 4 مرات في السنة. دي بتبقى علاجها بنديه يا بندي لبوس يا بندي راس للفطريات بالفم. لو لبوس هندي لبوسة كل يوم لمدة 14 يوم، وبعدين بندي كل اسبوع 3 ايام كل يوم لبوسة لمدة 6 شهور. لو هندي بالفم ندي الفلو كورال، هندي قرص كل 3 ايام 3 راس، وبعدين بندي قرص اسبوعيا لمدة 6 شهور، طبعا مع حاجات موضعية عشان تقلل الهرش وتعالج فطريات الفرج. في ناس بيدوا حاجة اسمها انترا كونازول، دي بيدوها اتراكونازول. الاتراكونازول ده بنديه قرصين الصبح وقرصين بالليل، ممكن نديه من اسبوع لاسبوعين في الحالات المزمنة. الحالة التانية ان لو الاعراض شديدة جدا، الاعراض هرش جامد جدا او حاجة، او في سكر موجود مش مظبط، او في المناعة قليلة شوية، دي بنديها 3 اقراص فلوكورال بين كل واحد والتاني 3 ايام بالفم. طبعا قلنا بندي حاجات موضعية لالتهاب الفرج والهرش. في حالات الحمل لا يفضل اعطاء الا البوس بس. بنخاف ندي الفلوكورال في الحمل، مع ان في ناس قالوا ممكن ندي كبسولة واحدة بس، لكن يفضل ما نديش خالص، وبندي من 3 ل7 ايام لبوس ضد الفطريات. الحاجة الأخيرة في هذا الموضوع ان احنا بندي على حسب التحليل بعد زراعة النوع الكانديدا أو الفطر، بنديه على أساسه، خاصة ان الكانديدا جلابراتا ما بتتأثرش الا لو السيدة خدت لبوس في حمض بوريك 600 ملي كل يوم لمدة اسبوعين لبوس. طبعا ده ما لقيتوش في مصر. في كمان اللي هي الكانديدا كروزي، دي بسيطة بنديها لبوسة ميكوناز واحدة او اتراكونازول واحدة. هنتكلم بعد كده على العلاج، اللي هو احنا بنتكلم على العلاج نفسه ان لازم الست تاخد الجرعة كاملة، ولو حصل مضاعفات او حصل العدوى رجعت تاني او ما استجابتش بتكلم الطبيب بتاعها. العلاج بقى اللي قلنا اللي هو اللي بناخده الفطري، في علاج في المنزل. قلنا نوعين ادوية ما بتحتاجش لوصفات طبية، بس لها شروط: ان تكون السيدة حصل لها التهاب وراحت لطبيب وشخصها واداها علاج والعلاج ده نجح، لكن بعد فترة شوية كده رجعت لها نفس الأعراض اللي كانت بتشتكي منها، فممكن تجيب العلاج اللي الدكتور قال لها عليه وتكرره. بس لو ما استجابتش أو حصل منه مشاكل بتكلم الطبيب بتاعها. النوع الثاني من العلاج اللي هو علاج موجود في المنزل نفسه، يعني زي حاجات موضعية زي زيت شجرة الشاي، ده موضعي بيجيب نتيجة مع الفطريات. زيت جوز الهند برضو موضعي بيجيب نتيجة مع الفطريات. لبوس حمض البوريك واحنا قلنا عليه مش موجود. التوم بالفم. البروبيوتيك اللي هي الميكروبات النافعة اللي هي لما بتبقى موجودة كتير
بتخلي التوازن بين الميكروبات النافعة وبين الكانديدا، فما بيخليش انها توصل لمرحلة العدوى. طبعا دي اهم حاجة عندنا الزبادي، والزبادي بناخده بالبق او يتعمل كريم على الفرج او يتعاطى في المهبل. الكلام بقى اللي بيتكلموا عليه كتير اليومين دول ان انت ممكن تستعمل الزبادي مع عسل النحل في المهبل او ككريم خارجي على الفرج، وبيجيب نتائج كويسة جدا. طبعا انا هتكلم عن محاضرة اللي بعد كده عن ازاي تعمل اللبوس او كريم من الزبادي وعسل النحل في المرة القادمة، انهم بيقارنوها بين اللبوس بتاع ضد الفطريات، لو ان هو لبوس العسل والزبادي احسن منه وبيجيب نتيجة احسن وما بيتكررش العدوى اكتر من التاني، اقل من اللبوس بتاع ضد الفطريات. طيب احنا عندنا على الرغم انه الى الان مفيش علاج يعمل شفاء 100%، ولا في علاج يمنع تكرار هذه العدوى، لكن احنا بناخد الحاجات الوقائية، بنشوف لو في اسباب بنشيلها، سكر انيميا بنعالجها، مناعة قليلة بنظبطها، النظافة الشخصية، تغيير نمط الحياة، اكل ورياضة، وقلنا نظافة شخصية. بعد كده بنتكلم عن الوقاية من الفطريات ومنع تكرارها. قلنا اهم حاجة عندنا نظافة المنطقة التناسلية الخارجية، واحنا اتكلمنا عليها. ما نستعملش حاجات معطرة، لا صابون ولا منظفات ولا اوراق تواليت معطرة. ما نستخدمش سوائل كيماوية. قلنا الغسيل من الامام للخلف والتنشيف من الامام للخلف. ملابس تبقى قطنية واسعة. كمان بنتكلم على لو في سكر قلنا هنعالجه، لو في انيميا هنعالجها. طبعا اهم حاجة المضاد الحيوي اقل استخدامه الا في حالة الضرورة، مفيش مشكلة لو في ضرورة كبيرة. وطبعا بنغلي الملابس بماء دافئ وصابون وش لو في التهابات. واهم حاجة نرفع المناعة ونتبع الاجراءات. والى حلقة اخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.